وصفة النهاردة هتكون الرواني أو كيكة البسبوسة دي، لأن قوامها بيجمع بين البسبوسة والكيكة في وصفة واحدة. يعني بنحط فيها دقيق السميد ودقيق عادي في نفس الوقت. الرواني من ألذ وأطعم الكيكات اللي ممكن نعملها، وطعمها مميز جدا، أخف من البسبوسة وألذ من الكيكة. السكر بتاعها معتدل ومظبوطة جدا. يلا نبدأ بسم الله ونشوف المقادير والطريقة. معايا 3 بيضات، ضفت عليهم فانيليا، هضربهم كويس جدا. الاول البيض كده بحب امزج انا البيض كويس مع بعضه، بيفرق جدا. بعد كده هضيف معايا نص كوبايه من السكر، سكر عادي خالص، وهضربهم بقى كويس جدا لحد ما يهيش واللون بتاعه يفتح معايا زي ما هنشوف دلوقتي. خلاص كده البيض جاهز معايا. هنبتدي بقى نضيف باقي المكونات. معايا نص كوبايه من الزيت النباتي، اي زيت نباتي عادي. هنقلب بس الزيت كده تقليبه مع البيض. بعد كده هضيف كوبايه من الزبادي، الكوبايه اللي عريتي بيها الدقيق وعريتي بيها السكر، كل حاجه هي نفس الكوبايه اللي بعاير بيها. بجيب الزبادي وبفضيه وبعاير كوبايه. همزج بقى الزبادي كويس جدا مع البيض والسكر بالشكل ده. بعد كده بقى هضيف معايا كوبايه من دقيق السميد او دقيق البسبوسه السايب، مش عايزه الاكياس لانه بيبقى عليه مواد تانية او ضايفيه مواد تانية. كوبايه من الدقيق متعدد الاستخدام، وهضيف عليه رشه ملح وكمان معلقه كبيره من البيكنج باودر. هقلبهم بس على اقل سرعه. طبعا ضفنا سميد، واحنا عارفين السميد بتاع البسبوسه بيبقى حساس جدا، مش عايز تقليب كتير. فنفس معامله البسبوسه، اي حاجه فيها سميد بيبقى مش عايزه تقليب كتير، يا دوبك تقليبتين كده زي ما انتوا شفتوا وخلاص هي كده جاهزه معايا. هضيف بقى ربع كوبايه من جوز الهند الناعم. بالسباتيولا بقى كده هلم الخليط كويس جدا، وهقلب كمان جوز الهند مع الكيك. بس مش هنزود برضو زي ما قلنا في التقليب كتير. وبعد كده بقى صينيه مبطنه بالدقيق هصب فيها الخليط. هتدخل على فرن سخن مسبقا. طبعا انا مشغلاه من اول ما بدات اعمل الكيكه على درجه حراره 180. الرف اللي في النص بس بتاخد حوالي 30 دقيقه وحسب فرنك. اول ما تاخد لون خفيف من تحت هنشغل عليها الشوايه لو احتاجت. هنجهز بقى شربات الرواني. معايا هنا كوبايه ونص من السكر، هضيف عليهم كوبايه ونص من الميه. ما نقلقش خالص، السكر بتاعها مظبوط جدا وهتشربه كله. في بيعملوا كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، بس المقدار ده مظبوط جدا وكان سكرها حلو وطعمها حلو. اول ما تغلي كده اضيف عليها عصره ليمون واسيبها بس 5 دقايق. شربات الرواني زي البسبوسه بيبقى خفيف، واول ما تخرج من الفرن بتبقى هي سخنه والشربات دافي مش بارد يا جماعه. احسن نتيجة للرواني الشربات يبقى دافي، ما يبقاش بارد زيادة عن اللزوم. هصب عليها الشربات زي ما انتم شايفين اهي. انا قربت لكم الكاميرا، بتشربوا على طول، ده دليل على انها نجحت. خلاص بقى هسيبها بقى تهدى كده. هرشها كده برشة جوز هند واسيبها بعد كده تهدى خالص، وبعد كده نقطعها مع بعض. شايفين بقى بتتقطع بسهولة ازاي، وزادت بعد ما شربت الشربات